السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض شنطة شكلها حلو جدا، هستخدم فيها خيط مكرمية سلسلة. سمك الخيط ده من 2.5 ملي ل3 ملي. هشتغل معاه بإبرة 4. هي الإبرة صغيرة شوية على الخيط، بس أنا عايزة الشنطة تطلع معايا متماسكة. ممكن تشتغلي بإبرة 4.5 أو 5. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أول حاجة هعمل عقدة وهشتغل عدد زوجي. هتشتغلي من أول، يعني أنا هشتغل 80 غرزة. عايز تشتغلي 100 أو تشتغلي 60، يعني ارفعي 20 أو نزلي 20. تمام. هرتفع 80 غرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلت 80 سلسلة. الطول بتاعهم 52 سنتي. هعمل كمان سلسلة ارتفاع لل80 غرزة. هلف الشغل وفي ظهر الغرزة هنا هشتغل، هاخد لفة وادخل في الحلقة اللي في الظهر دي، اخد لفة واخرج. معايا 3 حلقات، هخرج من اول حلقة للحلقتين الباقيين، يعني مش هعمل نص عمود، هو نص عمود غير مكتمل. هاخد لفة وادخل، اخد لفة واخرج. النص عمود باخد لفة وبخرج منهم كلهم. لا، انا مش هاخد لفة، انا هخرج الحلقة اللي انا خدتها اصلا، هخرجها من الحلقتين اللي معايا. ادي كده 2 3 4 5 6. هكمل كده لحد ما اخلص 80 غرزة. كده خلاص انا خلصت 80 غرزة. هسحب خيط البداية ده، هدخل في ال3 حلقات. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وشغلي كله هيبقى في الحلقة الخلفية. هاخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية واخرج من الحلقة اللي انا خرجت بيها دي، من الحلقتين اللي على الابرة. هاخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية، وهكمل كده برضو 80 غرزة. خلص السطر كله. كده خلاص انا خلصت السطر التاني. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل 5 غرز في الحلقة الخلفية. 1 2 3 4 5. كده انا اشتغلت 5 غرز بس. هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعد 10 غرز من تحت. 1. هنسيب الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها دي ونعد من اول دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده دول 10 غرز. الغرزة ال11 دي انا هشتغل فيها في الغرزة ال11 بنفس الطريقة. يعني اشتغلت 10 سلاسل، هسيب قصادهم تحت 10 سلاسل واشتغل في الغرزة ال11 بالشكل ده كده. هشتغل 10 غرز. اشتغلت 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هفوت 10 غرز من تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ودي الغرزة ال11. هاخد لفة وادخل في الغرزة ال11 بالشكل ده كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبنفس الطريقة هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هفوتهم تحت، هاخد لفة واعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفي ال11 هدخل اشتغل غرزة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هفوت 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهشتغل في ال11. ادي كده 1 2 3 4 5. معايا 5 غرز في الأول و5 غرز في الآخر بالشكل ده كده بقى شكلها. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل السطر ده فوق كل غرزة غرزة، حتى السلاسل كمان هشتغل فوقيهم غرز. كده أنا اشتغلت 5 غرز. هشتغل كمان بقى فوق السلاسل اللي هم ال10 سلاسل. الغرز اللي فوق السلاسل 10 سلاسل اشتغلت فوقيهم 10 غرز، وهنا برضو ال10 غرز دول هشتغل فوقيهم. هخلص السطر ده كله لحد ما اوصل هنا كده. خلاص انا خلصت السطر كله. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وبرضو هشتغل السطر كله في كل غرزة غرزة واحدة. هخلص السطر كله لحد ما اوصل هنا كده. خلاص انا خلصت السطر كله. هشتغل السطر الجديد. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وبرضو السطر ده هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس.
هخلص السطر كله لحد ما اوصل هنا. كده خلاص انا خلصت السطر كله. وكده عشان ما تبقيش متلخبطه، من بعد ما عملت السلاسل اشتغلت فوقيها 3 سطور. تمام. هشتغل بقى السطر اللي جاي، هرتفع سلسله وهشتغل 5 غرز. 1 2 3 4 5. كده انا اشتغلت اول 5 غرز اللي انا اشتغلتهم في البداية. بعد كده هنزل على السطر ده معايا هنا 10 سلاسل، شايفينهم؟ انا هشتغل على ال10 سلاسل دول 10 غرز. هدخل هنا كده اخد لفة وادخل على اول غرزة بالشكل ده واشتغل غرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده كده. لو انت معاكي بكرة بتشتغلي ببكرة زي دي هتدخليها هنا كده، ماشي. المهم انا كنت اخرجها وارجعها تاني. المهم هتخرجيها والخيط هيبقى معاكي الاتجاه التاني عادي. في مش كل الناس بتشتغل ببكرة زي دي، بتبقى بكر بالشكل ده كده، فمش هتعرف طبعا تخرجها من الاتجاه التاني. هعمل ايه؟ هنبدأ اهو زي ما قلت، لو معاكي البكرة خرجيها واشتغلي عادي، كل مرة لما تعملي تخرجيها. لو مش معاكي البكرة هتعملي، انا كده اشتغلت ال10 غرز، هسحب الخيط ده بالشكل ده كده وارجعه ورا. واهم حاجة الخيط ده يبقى بعد الغرزة مش هنا، يعني ما تشتغليش والخيط ده هنا، الخيط ده يبقى بالشكل ده كده. تمام. هعد من هنا 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي الغرزة ال11 هشتغل فيها 1 2 زي ما اتفقنا. اهم حاجة الخيط ده يبقى حر كده هنا في الحتة دي، ما يبقاش خارج من هنا. كده انا اشتغلت غرزتين 3 4 5 6 7 8 9 10. كده انا اشتغلت 10 غرز. هنزل اشتغل 10 غرز اللي هنا. هنسحب طبعا خيط بالشكل ده كده عشان يبقى معانا خيط نشتغل بيه. هاخد لفة وانزل على اول غرزة هنا، دي كده اول غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بالشكل ده كده انا خلصت ال10 غرز. هرجع اكرر اللي انا عملته هنا تاني. لو معانا زي ما قلت، لو معانا البكرة هنخرجها، مش معانا هنرجع القطعة بالشكل ده كده لورا، والخيط يبقى ده مش كده، لا ده بعد العقدة هنا بالشكل ده كده. طبعا خيط السطر ده هيبقى ملعبك بزيادة، بس هيتفك السطر الجاي ان شاء الله.
هعد من هنا 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي ال11 هشتغل فيها. خيط هنا اهو مش طالع من هنا. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنزل اشتغل على 10 غرز اللي هنا، وبعدين ارجع الخيط واشتغل هنا، وبنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر 5 غرز. كده خلاص انا خلصت السطر، فاضل معايا اخر 5 غرز. هعد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والخمس غرز الباقيين دول هشتغل عليهم. بس نرجع دي الاول في الظهر بالشكل ده كده. كده خلاص انا خلصت السطر بالشكل ده كده. ارتفعت سلسلة وهلف الشغل. هشتغل 5 غرز، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. هرجع اشتغل على 10 غرز اللي هنا دول. 1 2 3 4 كده انا اشتغلت 8 غرز. في معايا غرزتين اهو، دي غرزة ودي غرزة. هشتغل على ال9 دي، والغرزة ال10 اهي شايفينها في الظهر هنا دي. هرجع بقى ارجع الخيط ده في الظهر كده بالشكل ده. هيرجع معايا الخيط اللي كان ملفوف هنا، وهرجع اشتغل على الغرز دي. تلاتة 4 5 6 7 8 9
كده انا اشتغلت على 10 اللي هنا، هشتغل بقى على 10 اللي هنا دول. كده انا اشتغلت على 10 غرز. هرجع برضو القطعة دي بالشكل ده كده، والخيط اللي كان ملفوف هيفك، وهكمل على السطر كله. همشي كده كده وارجع الخيط وامشي، هو هتلاقيه سطر ماشي وهيخرج الخيط معاكي. هكمل لحد ما اخلص السطر كله. كده خلاص انا خلصت السطر كله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبدأ اشتغل سطر جديد، هرتفع سلسلة وهلف الشغل بالشكل ده كده. هشتغل برضو على نفس الغرز دي، لحد دلوقتي كده انا اشتغلت 15 غرزة. هبدأ دلوقتي ارجع الخيط بالشكل ده كده. عايزة تطلعيها برضو مفيش مشكلة، عايزة تخليها زي ما احنا متفقين هخليها بعيد كده عن الغرزة اللي انا بشتغل فيها، وهرجع اكمل شغل. هشتغل هنا كده ومرر الخيط واشتغل على نفس السطر، هو نفس السطر ونفس الغرز بالشكل ده كده. هكمل همشي هنا كده كده وارجع الخيط ورا، وبنفس السطر هو اهو ورا شايفينه. هشتغل برضو هنا 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 بالشكل ده كده. هكمل لحد ما اوصل هنا. كده خلاص انا خلصت السطر. هشتغل سطر جديد، ارتفعت سلسلة وهرجع بقى اشتغل برضو على نفس السطر وهرجع الخيط تاني. 1 2 هكمل كده، همشي كده وارجع ارجع الخيط من ورا، وبرضو هكمل لحد ما اخلص السطر كله. كده خلاص انا خلصت السطر كله بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة، هلف الشغل وهشتغل 5 غرز. هاخد لفة وادي 1 2 3 4 5. كده اشتغلت 5 غرز. هعد من هنا من نفس السطر اللي انا شغالة عليه ده 10 غرز، وهعلم الغرزة 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ودي اللي هنا دي الغرزة رقم 11. أنا هسيب 10 غرز بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل بقى من أول هنا الغرزة اللي هنا دي ورا اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده أنا اشتغلت 10 غرز. هروح بقى للغرزة رقم 11 اللي أنا حطيت فيها العلامة وهشتغل 10 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده اشتغلت 10 غرز. هعد 10 وهحط العلامة في الغرزة رقم 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي 10 واللي بعدها 11. هشتغل هنا على الغرز دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعد كده هروح للغرزة اللي فيها العلامة وهشتغل فيها بالشكل ده كده. هكمل هنا 10 غرز وهعد كمان 10 واحط في ال11 العلامة وارجع اشتغل هنا 10 غرز واشتغل في الغرزة اللي فيها العلامة، وبنفس الطريقة اللي انا اشتغلته هنا هكمل بقية السطر. كده خلاص خلصت السطر كله. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل فوق كل غرزة بتقابلني هشتغل فوقيها غرزة، يعني همشي على نفس السطر، همشي اهو السطر ماشي لوحده فوق كل غرزة غرزة. هخلص السطر كله فوق كل غرزة غرزة ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت السطر وكمان خلصت مجموعة. انا كده مجموع العدد السطور معايا ده هبدأ دلوقتي اعمل مضاعفات العدد اللي انا اشتغلته ده. انا كده اشتغلت ضفيرة زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ارجع تاني اعمل من اول ما كنت بشتغل 5 و10 سلاسل، 5 غرز و10 سلاسل وبعدين 10 غرز وبعدين 10 سلاسل. هنبدأ مع بعض اهو. كده انا ارتفعت سلسلة، هلف السطر وهشتغل 5 غرز. 1 2 3
4 5. كده اشتغلت 5 غرز. بعد كده هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسيب من هنا 10 سلاسل، 10 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودي الغرزة 11. هاخد لفة وأدخل أشتغل 10 غرز. أدي أول غرزة، 2 3 4. هكمل السطر كده كله لحد ما اخلصه. 10 غرز، 10 سلاسل، 10 غرز، 10 سلاسل، وفي الآخر هنا هيبقى معايا 5 غرز. كده خلاص أنا خلصت السطر. هرتفع سلسلة، هلف الشغل، وهبدأ دلوقتي أشتغل فوق كل غرزة غرزة، وأشتغل كمان سطرين. وبعد كده هرجع بقى أشتغل، يعني أعيدوا الفيديو من جديد من أول ما بدأت السلاسل. هشتغل فيهم سطر وسطر كمان وتالت سطر، يعني هشتغل 3 سطور ثبات. وبعد كده أرجع أشتغل 5 غرز و10 سلاسل، وأرجع 10 غرز، وأرجع الخيط لورا وأشتغل على السطر التاني. رجعوا الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو أكتر من كده. رجعوا وامشوا من أول ما اشتغلت 10 سلاسل اللي هو كان تالت سطر تقريبا، وأعيده ورايا، وإن شاء الله بإذن الله هخلص ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص يا حبايبي، أنا اشتغلت 4 مجموعات. يعني المجموعة اللي اشتغلتها معاكم لحد ما اشتغلت 5 غرز و10 سلاسل واشتغلت عليهم نفس المجموعة، كررتها 4 مرات. تمام. هقول لكم الطول والعرض بتاعها. الطول بتاعها 46 سنتي، والعرض 20 سنتي. خلاص كده أنا هبدأ بقى أشتغل الجناب. هعمل عقدة وهرتفع 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كده أنا اشتغلت 20 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وهشتغل هنا في ظهر الغرزة، هشتغل فيها غرز حشو. هشتغل 20 غرزة حشو. كده أنا اشتغلت 20 غرزة. هسحب خيط البداية ده، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل أول غرزة تناقص. هسيب أول غرزة واروح على اللي بعدها وهشتغل فيها حشو. كده أنا سبت أول غرزة معايا في السطر واشتغلت في تاني غرزة. هكمل لحد ما اوصل لآخر غرزتين في السطر. كده وصلت لآخر غرزتين في السطر، هعملهم تناقص. هدخل في أول غرزة والغرزة اللي بعدها. معايا 3 حلقات على الإبرة، هاخد لفة وأخرج من ال3 حلقات. كده أنا تنقصت غرزة أول السطر وغرزة آخر السطر، كان معايا 20، دلوقتي معايا 18. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل في الحلقة الخلفية 18 غرزة حشو.
خلصت السطر ومعايا 18 غرزة. هرتفع سلسلة والسطر ده هعمل تناقص، هسيب اول غرزة واروح على تاني غرزة على طول اشتغل حشو. كده انا سبت اول غرزة في السطر وهعمل حشو في كل غرزة تحت الحلقتين. كده انا معايا 15 غرزة وفاضل معايا غرزتين اهم في الاخر هشتغل فيهم تناقص. هدخل في اول غرزة والغرزة التانية معايا 3 حلقات، هاخد لفة واخرج من ال3 حلقات. كده انا معايا 16 غرزة. انا كده مش هعمل تناقص تاني، انا هرتفع سلسلة وهلف الشغل. لما بشتغل من الامام كده بشتغل في الحلقة الخلفية، هشتغل سطر في الحلقة الخلفية والسطر اللي بعده تحت الحلقتين. هخلص السطر ده في الحلقة الخلفية، ألف الشغل وأشتغل 16 غرزة تحت الحلقتين، هلف الشغل أشتغل في الحلقة الخلفية. طول ما معايا السطر ده أهو هنا هشتغل السطور اللي جاية في الحلقة الخلفية. هكمل كده لحد بقى ما ارتفع عدد سطور يبقى معايا 30 سطر. يعني احنا هنا معانا 80 غرزة، ال80 غرزة دول من ضمنهم أخدنا 20 هنا في القاعدة، يبقى فاضل معايا هنا 30 وفاضل هنا معايا 30 علشان يبقى معايا 80 غرزة. 20 هيبقى 60 هنقسمهم هنا 30 وهنا 30. هرتفع لحد ما دي تبقى معايا 30 سطر. انا كده ارتفعت 2 4 واللي جاي الخامس. هرتفع كمان لحد ما يبقى معايا 30 سطر على 16 غرزة. سطر لما بشتغل هنا من الامام بشتغل في الحلقة الخلفية، هلف الشغل السطر اللي جاي هشتغل تحت الحلقتين. الظهر هنا بشتغل تحت الحلقتين، بلف الشغل بشتغل في الحلقة الخلفية. هكمل بقى لحد ما يبقى معايا 30 سطر وهعمل منها قطعتين ونرجع نشبكها في جسم الشنطة. كده انا اشتغلت جنبين بنفس الطريقة. كده معايا 30 سطر، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. كده معايا 30 سطر. بشتغل هنا اهو في الحلقة الخلفية وهنا تحت الحلقتين. عايزين تخلوها كلها عادي تحت الحلقتين مفيش مشكلة، الجنب اعمليه زي ما انت حابة، بس اهم حاجة يكون المقاسات وعدد الغرز مظبوط. هنسيب في الجنب عدد من الأمتار كده متر مثلا، علشان خاطر ده اللي هنعمل منه جسم هنثبته في جسم الشنطة بالشكل ده كده. هجيب جنب من الجوانب وهجيب جسم الشنطة زي ما هي العقدة كده، أنا مش هخرجه. هدخل هنا في أول غرزة في جسم الشنطة، هسحب العقدة دي كده، هسحبها هنا وهروح على تاني غرزة. يعني دي هعتبرها بتاعت أول سطر اللي هو تحت الحلقتين. هروح هنا على تاني سطر اللي هي النص دايرة دي، هدخل هنا تحت الحلقتين وفي النص دايرة دي هعمل غرزة منزلق. هروح على النص دايرة اللي جاية وهروح على السطر اللي جاي بقى في أي حلقة منهم، في حلقة أمامية وحلقة خلفية. هدخل كده وأعمل غرزة منزلقة. هروح على السطر اللي جاي الغرزة اللي جاية والنص دايرة دي وهشتغل كل قصاد غرزة غرزة. هكمل كده لحد ما اخلص القطعة كلها، فوق كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اخلص السطر كله. كده خلاص انا خيطت الجنبين بالشكل ده كده.
هبدأ دلوقتي بقى احوطها بغرز منزلقة. هخلص القطعة كلها في كل غرزة بتقابلني منزلقة لحد ما اوصل هنا. كده خلاص انا خلصت السطر كله بغرزة منزلقة. هشتغل السطر ده كمان غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. هاجي هنا في اول غرزة منزلقة وهشتغل في الحلقة الخلفية منزلقة برضو، وهكمل كده السطر كله في الحلقة الخلفية منزلقة. هخلص السطر ده واجي هنا واشتغل برضو في اول غرزة منزلقة. هرتفع عدد سطور غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ارتفعت 5 سطور غرزة منزلقة، 1 2 3 4 5. الشنطة شكلها حلو جدا. هنركب لها مغناطيس من هنا كده، تحت اليد علشان يمسك، او ممكن تركبي لها مغناطيس هنا ومغناطيس هنا من الداخل. ممكن كمان تعملي سطرين حشو بره وتعملي سطرين حشو كمان، وبعدين تخيطي فيهم السوستة وتشبكي سطور الحشو هنا، وبتبقى برضو عملية وشكلها حلو جدا. يعني براحتك، حابة القفلة بتبقى مغناطيس تمام، حباها سوستة زي ما انتي حابة. ان شاء الله باذن الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي رأيك ايه في الشنطة وبتهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.